يا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة للحنة. وشوفوا لي هذا اللون ما شاء الله، هذا الكل يتمناه والكل يتمنى لون الحنة يطلع له بنفس هذا اللون اللي يجنن. خلوكم معي لنهاية الفيديو، أيضا نعطيكم السر اللي تدهنوا به إيديكم بعد غسل الحنة لحتى اللون يزيد يغمق في إيدكم أكثر وأكثر ويثبت في إيدكم أكثر وأكثر. خلوكم معي حتى النهاية وشوفوا الطريقة بالتفصيل. الوصفة هذه مكوناتها كلها طبيعية، ما فيهاش أي مواد كيميائية، وأهم حاجة ما تاخذش منكم لا وقت ولا مجهود، ويجيكم هذا اللون البني اللي انتم تتمنوه، أحمر غامق ما شاء الله ما شاء الله. فالوصفة هذه جدا بسيطة. أول حاجة نجيبوا كمية الحنة اللي نحن نحتاج لها. طبعا أنا لأني بجرب معاكم بس على كف إيدي فراح أستخدم ملعقتين كبار من الحنة. نخلوا الحنة على جنب ونخلطوا الخلط ونجهزوا الخلطة اللي راح نسقي بها الحنة. للخلطة نجيب ملعقة من نسكافيه قهوة سريعة الذوبان، أيضا نضيف عليهم حفنة من الكركديه، نضيف عليهم أيضا ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر مثل ما شايفين، ونضيف عليهم حفنة من القرنفل. أكيد كلنا ما نستغنوا عن القرنفل في كل وصفات الحنة، لأن القرنفل من أكثر الأشياء اللي يغمق الحنة وأكثر الأشياء اللي تخلي لون الحنة يثبت في اليد. بنضيف عليهم كوب من الماء ونخليهم تقريبا نحركهم شوي ونخليهم يغلوا على راحتهم لمدة 5 دقائق. كل ما أخذوا راحتهم في الغليان كل ما يكون أحسن. طبعا الخليط اللي نحن محتاجين ليه يكون قوامه ثقيل، ما يكونش قوامه خفيف. كل ما ثقلنا من القوام كل ما يجينا لون أغمق وأحلى. طبعا هذه الخلطة أيضا بإمكانكم تحنوا بها شعركم ويطلع لكم هذاك اللون البني الحلو. وهنا الخليط بعد ما غلي معانا وصار قوامه ثقيل بنصفيه مباشرة. طبعا كل ما ثقلنا من القوام كل ما يجينا اللون أحلى وأحلى. شوفوا ما شاء الله، ونحن نسقيه قوامه جدا جدا ثقيل، وهذا هو المطلوب اللي لازم يكون. شوفوا ما شاء الله، هذا هو الخليط اللي راح نسقي بيه حنتنا وتجينا حنة تجنن ما شاء الله. ايضا الخلطة هذه بامكانكم تحنوا بها شعركم يطلع لكم لون ما شاء الله يجنن ويغطي لكم كل الشيب اللي في شعركم. هنا بنرجع للحنة، والحنة نضيف لها ملعقة من السكر ونضيف لها عصير نصف ليمونة. طبعا كلنا عارفين ان السكر وعصير الليمون من اكثر الاشياء اللي يغمقوا لنا لون الحنة. طبعا اذا انتم بتحنوا شعركم ما تضيفوا لا سكر ولا عصير ليمون لانه ينشف الشعر. وهنا بنبتدي نسقي الحنة بهذا الخليط اللي جهزناه متاع الكركديه والنسكافيه والقرنفل بهذا الشكل. نبتدي نسقي الحنة ونخلطها. لازم قوام الحنة يكون قوام كريمي معانا، ما يكونش قوام خفيف. شوفوا لازم نعجنها كويس، الحنة لازم نعجنها كويس وتطلع لنا بهذا القوام اللي لازم يكون. شوفوا ما شاء الله، هذا هو القوام المطلوب واللي لازم يكون. هنا حنتنا جاهزة معانا ما شاء الله. نغطيها ونخليها ترتاح تقريبا لمدة 4 ساعات. كل ما خليناها ترتاح أكثر كل ما تعطينا نتيجة أحلى أو أجمل يعني. شوفوا هنا ما شاء الله، بعد ما خلينا الحنة ترتاح شوفوا جاهزة مباشرة تحنوا بها. حنوا ايديكم، حنوا رجليكم، ومثل ما قلت لكم اذا حابين تحنوا شعركم ما تضيفوا عصير ليمون وسكر. اذا حابين تحنوا شعركم زيدوها ملعقة صغيرة من البلسم وحنوا شعركم، لان البلسم يخلي الحنة ما تنشف الشعر. وهنا بعد ما تحنوا ايديكم ورجليكم تخلوا الحنة 4 ساعات على ايديكم ورجليكم. بعدين تغسلوا الحنة. بعد ما تغسلوا الحنة ادهنوا ايديكم بالفازلين مع زيت الزيتون، خلطوا شوي فازلين وزيت زيتون وادهنوا بها حنتكم بعد الغسيل. خلوها تقريبا لمدة نصف ساعة وبتشوفوا كيف اللون يزيد يغمق معاكم اكثر ويثبت في ايدكم اكثر. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم.